سلام، كنتمنى تكونوا كاملين لاباس بصحة جيدة. معكم سارة وانتم كتسمعوا البودكاست اتي اوكلوك. في هذه الحلقة غنهضروا على كيفاش نتخلاو على النسخة القديمة ديالنا. هذا الموضوع كيهمنا كاملين بينا، شنو ما كان السن او المرحلة اللي احنا فيها دابا. اولا غنشرح شنو كنعنيو بالنسخة القديمة، مناش كتشكل، علاش تقدر تكون عائق كبير في حياتنا، وغنشارك معكم مجموعة من الخطوات العملية والتجربة ديالي الشخصية في الموضوع. قبل ما نبداو في الحلقه نطلب منكم انكم تشتركوا في المنصه اللي كتسمعوا منها دابا، تخليو لنا ريفيو في سبوتيفاي او لا ابل بودكاست. بهالطريقه غتساعدوا ان البودكاست يطلع للناس اللي مهتمين بهذا النوع من المواضيع. فشنو كنعنيو بالنسخه القديمه؟ بكل بساطه هي الهويه ديالك حاليا، وهاد الاخيره كتشكل من مجموعه من المعتقدات اللي عندنا على راسنا واللي كنآمنوا بهم على انها صحيحه. وهاد المعتقدات يا اما كنجيبوها من والدينا، من المجتمع اللي داير بينا، او من تجارب اللي دوزنا سابقا. مثال على هاد المعتقدات، كتآمن انك انسان غير صباحي، انسان غير منظم، عصبي، ما عندكش الزهر، انسان غير موهوب، ما كتستحقش تعيش مزيان، الى اخره. وهاد المعتقدات كيكونوا شكون حنا دابا، كيفاش كنشوفوا الحياة، كيفاش كنتصرفوا مع راسنا، كنتعاملوا مع مجموعة من الاشياء. فعلاش خاصنا نتخلاو على النسخه القديمه؟ لحيتاش كنوصلوا لواحد المرحله اللي واحد المعتقدات ما كيبقاوش خدامين لصالحنا، وما ماشيينش مع لا فيزيون او الرؤيه ديال الحياه اللي باغينا لراسنا. خاصكم تعرفوا بلي هاد المعتقدات كيوجهوا بدون وعي العادات ديالنا. فواخا كنبغيو شي مرات نتبناو عاده اللي هي جديده، كتبوا اهداف جدادين مثلا، لداخل عندنا معتقدات اللي ضد هادشي كامل. داكشي علاش شي مرات كنعياو ما نبدلو بجهدنا، كنحسوا ان حتى حاجه ما خدامه، بحال اللي كتحاول تمشى في واحد الطريق في نفس الوقت مربوط بواحد الصخور اللي هي كبيره. المشكل اللي كيوقع لنا او الخطا اللي كنوقعوا فيه هو اننا كنساو ان الخدمه الكبيره كتكون لداخل ماشي على برا، وكنبقاو مركزين على الاهداف وعلى المستقبل، في حين خاصنا نركزوا اكثر على الحاضر، نغيروا راسنا من الداخل باش نستقبلوا اشياء جدادين. No problem can be solved by the same consciousness that created it. ما يمكنش شي مشكل يتحل بنفس مستوى الوعي اللي خلق داك المشكل. النسخة اللي كنا عليها البارح هي اللي وصلتنا لداكشي اللي حنا فيه دابا حاليا. فإذا كنا باغين حاجة جدادين، فخاصنا نتخلاو على نسخة قديمة اللي مبقاتش صالحة لنا، ونتبناو نسخة جديدة اللي كتكون كتماشى مع الأهداف ديالنا. والطبيعة خير مثال. شجرة إلا بقات متعلقة بدوك الوريقات ديالها ما غتقدرش تستقبل موسم جديد. بين قوسين، طبعا ماشي جميع المعتقدات اللي كيشكلوا الهوية ديالنا ماشي مزيانين او لا ما صالحينناش، لا، كاين معتقدات اللي باقيين نافعيننا واللي مزيانين، وكاين اللي ما بقاوش صالحيننا، وكاين اللي كانوا نافعيننا في واحد المرحلة في حياتنا ولكن دابا ما غينفعوناش في واحد المرحلة اللي هي جديدة. غنشوفوا علاش التخلي على هذه النسخة يقدر يجينا صعيب. اولا هو عدم الوعي، كنحكموا على راسنا بدون وعي على ان هذه المعتقدات جزء منا ومستحيل اننا نتغيروا. ثانيا هو اننا ما كنبغيوش نتخلاو على ديك النسخه اللي كلشي عرفنا بها. ثالثا كنعيشوا دور الضحيه، لان الظروف وديك الشيء اللي وقع لنا في الماضي هو اللي خلانا نكونوا هكا، باش نجردوا راسنا من المسؤوليه. فكيفاش تتخلى على نسخه قديمه وتبنى نسخه جديده؟ اولا الوعي بالحاضر، خاصك توعى على ان الماضي والمستقبل ماشي بيدك، الحاجه الوحيده اللي كتمتالك هو الحاضر، وتبدا ترد البال لتصرفاتك ولافكارك. ثانيا وتبدا تطرح على راسك الاسئله باش تعرف علاش مثلا كتصرف او لا كتفكر بواحد الطريقه. منين جبتي ديك الفكره؟ واش من الطفوله ديالك، من الوالدين، المجتمع، الى اخره؟ الكتابه مزيانه في هذه الحاله حيتاش كتخلينا نتقربوا ونفهموا راسنا اكثر. ثالثا خاصك تفهم وتتعاطف مع النسخه اللي كنت عليها البارح باش تقدر تسامحها. وهاد النقطه مهمه بزاف، لحيتاش النسخه اللي كنا عليها البارح ما كانتش بنفس مستوى الوعي اللي احنا فيه دابا.
فهي تصرفات وخدات مجموعة من القرارات بدون وعي وعلى حسب داكشي اللي كانت كتعرف. عادي جدا أن الواحد يبقى في الحال لحيتاش ارتكب في حق نفسه مجموعة من الأخطاء، ولكن هاد الشعور ما خصوش يدوم ويتحول لجلد الذات. هادشي غيخلي غير الماضي دائما متحكم فيك. رابعا، برهن لعقلك أن المعتقد الجديد اللي كتحاول تآمن به بالأفعال ديالك. العقل كيتأثر بزاف بالأفعال، بالأكشنز، كياخدها كدليل على فكرة اللي كتحاول تآمن بها. باش نعطيكم فكرة أو مثال توضيحي لهاد الخطوات اللي يلاه قلت، غنشارك معكم تجربتي الشخصية في الموضوع. هادي شحال كنت واحد الإنسانة اللي كتستريسا بزاف باش كانوا كيقربوا الامتحانات، وما كنتش كنفهم علاش كنت كنستريسا بديك الطريقة اللي هي خايبة، واحد التوتر اللي كيمرض. فبقيت على ديك الحالة حتى لدرجة أنني تيقت على أن التوتر جزء مني. حتى لواحد العام اللي كنت مقبلة على أنني نقرأ عامين ديال الماستر، فقبل ما نبدا نقرأ كنت مرضت في الجهاز الهضمي. حنا عارفين على أن الجهاز الهضمي عنده واحد علاقة وطيدة مع المشاعر ديال الخوف والتوتر إلى آخره. فاش بريت وكنت باغا نعاود ديك التجربة ديال المرض، وبقيت كنفكر على أنه أنا مقبلة على عامين ديال الماستر، وماستر اللي في لافاك، يعني خصني نحط أعصابي في الثلاجة. اللي قاري في لافاك راه غيفهمني. ديك الساعات فهمت أنه الطريقة اللي كنت مشى بها ما عندها فين غتوصلني. فخديت وعد بيني وبين راسي على أنني غنتغير، واخا ما كنتش عارفة كيفاش غنتغير. غير قلت مع راساتي حياتي كاملة وانا كنت مشى بواحد الطريقة معينة، علاش هاد العامين ما نتصرفش بطريقة أخرى ونشوف النتيجة. وسبحان الله فاش كتاخد واحد النية على أنك تتغير، كيبداو يبانوا لك كتب، كونتنت اللي كيهضروا على ديك الشيء اللي بغيتي تغيرو في راسك، أشخاص اللي يقدروا يساعدوك إلى آخره. فداك الشيء اللي كان وقع لي، وكنت بديت نستعمل الكتابة لحاجة كنت سمعت عليها بزاف على أنها وسيلة على أنك تفهم راسك. فبشوية بشوية بديت كنلاحظ التغيير على أنني بديت كنفهم شوية راسي. ستريس ما بقاش كيجيني بديك الحدة. حتى واحد النهار وانا كنكتب كنكتشف المعتقد اللي كان كيخليني كنستريسا بديك الطريقة، اللي هو أن القيمة ديالي مرتبطة بالنقط اللي كنجيب. فديك الساعات تبنيت معتقد اللي جديد على أن القيمة ديالنا ما مرتبطة بحتى حاجة اللي على برا. فبديت كل مرة كنحس براسي غيبدا يسيطر عليا داك ستريس، كنت كنبدا نفكر راسي بداك المعتقد اللي هو جديد. طبعا التغيير ما كانش امر اللي هو سهل، لحيتاش فاش كتبنى واحد المعتقد اللي جديد راه ماشي غير كتقول صافي تبنيت معتقد جديد صافي المعتقد القديم كيمشي. لا، كيكون واحد الصراع عندك لداخل، بحال واحد المقاومة ما بين معتقد جديد والقديم. وهادشي عادي جدا لحيتاش كاين معتقدات اللي سنين وحنا متبنيينهم ورجعوا جزء من الهوية ديالنا، يعني ماشي سهلة دغيا يزولوا. المهم أنك تكون واعي، مجرد أنك تلاحظ على أنك بديتي كتصرف وكتفكر بنفس الطريقة اللي كنتي كتفكر بها هذه شحال، ترجع راسك طريق اللي هي صحيحة، في عوض ما أنك تضيع وقتك والطاقة ديالك باش أنك تدمر راسك، أنك تقتلهم في راسك وتجلد راسك. استغل واستثمر ديك الطاقة ديالك باش أنك تبني راسك من جديد. وحنا على مشارف نهاية السنة أشارك معكم واحد التمرين اللي كيتعلق بالأهداف والنسخة الجديدة. مثلا عندك هدف معين باغي تحققه في 2024، وصف ديك النسخة اللي هي منك اللي حققت داك الهدف، كيفاش كتصرف، كيفاش كتفكر إلى آخره. ديك الساعات غيبان لك الفرق ما بين النسخة ديالك حاليا والنسخة اللي غتحقق داك الهدف، وغيبان لك النقاط اللي غتركز عليهم اولا النقاط اللي غتبدا تخدم عليهم على راسك. من احسن الواحد يبدا بخطوات اللي صغيره، بيبي ستيبس، باش يقدر انه يستمر. الا بدينا بواحد الخطوه اللي كبيره غنعياو دغيا وغنتوقفوا. هاد التمرين يمكن لينا نعملوه في اي وقت، يعني ماشي ضروري نهايه السنه وبدايه السنه، كيبقاو غير ارقام وايام. واحد النقطه اخرى هي انه ما فيها بس الواحد يستعن باخصائي
الا حس ان كاين واحد المعتقد اللي ثقيل عليه وما قدرش يخدم عليه بوحديتو، اذا كانت حاجه وحده غتستخدم هاد الحلقه هي انك تبدا ترد البال مع راسك ومع الافكار ديالك، حيتاش اول خطوه في التغيير كتبدا بالوعي وكيتبعوها قرارات وافعال اللي هما واعيه. كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه وفاتكم. منساوش على انكم تخلوا لي تعليقات الاراء ديالكم، تشاركوا الحلقه مع الناس اللي كتشوفوا لانه ممكن تساعدهم، وما تنساوش الاشتراك في المنصه اللي كتسمعوا منا دابا. نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. تهلاو ليا في راسكم.